هيبقى عندنا بعد كده عقده المصريين بدل عقده الخواجه ان شاء الله باذن الله. طول عمرنا نسمع عن الفور سيزون ان هي حاجه ليها علاقه بالحلويات، اللي هي 4/4 واحده لوتس واحده شوكولاته. هو عامل لنا الفور سيزون النهارده بس في المشويات. بس الشيش تاووك ده وهم حاطين عليه كمان باربيكيو صوص، طعمه حلو قوي. السوا بتاعه حلو، ما فيهوش ما فيهوش زفاره. احنا برضو بنتكلم على حاجه القيمه بتاعتها كويسه جدا، يعني انتوا لو 3 كل واحد فيكم يدفع حوالي 120 جنيه وهتاكلوا اكله كويسه. عنده الشاورما لوحدها. انا من وانا داخل تحت شايف سيخ الشاورما، قلت الشاورما دي تطلع جامده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. محمد شامي يحدثكم ويحييكم، وبشرى ساره الجميله شديده لاهالي شبرا الخيمه الكرام للمره الثانيه. احنا عند ابن مصر من المطاعم الجامده الكبيره جدا اللي في شبرا الخيمه، وهي الاشهر في شبرا الخيمه بكذا فرع. احنا بنتكلم على مكان قيمه مقابل سعر، وبنتكلم ان جمهوريه شبرا الخيمه هي جمهوريه كبيره جدا. انا شايف ان هي مظلومه من المطاعم القويه، فابن مصر هو من ابناء شبرا الخيمه اللي عامل عظمه كبيره جدا، اكل كواليتي وقيمه مقابل سعر، وده اللطيف. تعالوا بقى نشوف صينيه الفور سيزون من ابن مصر، ونشوف شويه الحاجات بتاعتهم الجديده والقديمه. وما تنسوش كده ان الفراخ الشوايه بتاعتهم عظيمه. طول عمرنا الفور سيزون يعني حاجه حلوه، الا في ابن مصر في شبرا الخيمه الفور سيزون عندهم اللي انتوا شايفينه. الصينيه دي كلها ب 345 جنيه بالضريبه كل حاجه. انا مش عارف هي فيها ايه، بس هي يعني فيها رز كتير، انا شايف فيها كفته، فيها شيش تاووك، وفيها فراخ مشويه، وفيها سجق. وبعدين بقى عندهم بقى بوكس تاني اللي هو بوكس فور سيزون 2، اللي هو بقى ايه بقى، سندوتش شاورما لحمه وشاورما فراخ وبرجر لحمه وكرانشي برجر وبطاطس وعيش توست واتنين كولا اكشن اللي هي الصغيره ومقبلات. بس بما ان احنا مقاطعين المنتجات الغير مصريه اليومين دول، ربنا ينفخ في صدوركم، عشان بقالي سنين بقول يا جدعان ادعموا المنتج المصري. غيروا الكولا بسبيروس باتس، طبعا المنتج المصري الشهير والتاريخي بتاعنا اللي هو اصلا من قبل الكولا، بس اللي يعرف عاملين هم بقى شويه عروض عظيمه. المهم خلينا بس دلوقتي ايه نشوف الاكل. دي صينيه الفور سيزون، دي صينيه اسمها هجوم فضائي، انا كنت صورتها قبل كده هنا قبل كده، ب 585 جنيه تكفي 4 اشخاص، دي تكفي 3 اشخاص. عاملين لنا النهارده فطاير، عاملين لنا نجريسكو كريب، والبوكس بتاع السندوتشات. هم جايبين لنا من كل فيلم اغنيه كده عشان نشوف ايه الموضوع. يلا بينا نبدا ومسهل الحال يا رب. طبعا غير ان كده اصلا ابن مصر قيمه مقابل سعر لطيفه جدا. هم عاملين عروض حلوه جدا. الفور سيزون 310، وفور سيزون 2 345، فور سيزون 3 ب 340. الصواني دي تكفي 3 اشخاص. دي فيها شاورما لحمه وشاورما فراخ وكريسبي ورز بسمتي وعيش وبطاطس ومقبلات. دي فيها كفته ضاني وشاورما لحمه وشاورما فراخ وكريسبي ورز بسمتي ومقبلات. دي فيها عربي لحمه وعربي فراخ وشرايح شاورما لحمه وفراخ وكريسبي ورز بسمتي وبطاطس ومقبلات. دي 4 فيها لبناني لحمه ومرايه فراخ وكريسبي وبطاطس وعيش ومقبلات. دي اللي نازله لنا اللي هي فور سيزون 5 اللي هي ب 345، فيها كفته ضاني وفراخ شيش وشيش تاووك وسجق بلدي ورز بسمتي وعيش وبطاطس ومقبلات. بيتزا ايطالي فور سيزون حلو اللي هي ديت ب 135 جنيه. غير بقى البوكسات بتاعت السندوتشات اللي هو بوكس فور سيزون 1 و2 و3، وبوكس سلايز فور سيزون. ده بالبيتزا وده فيه حواوشيات، وده شاورما. يعني
البوكس فيه حوالي 4 سندوتشات، حاجه انا شايف ان الاسعار تعتبر مقارنه بالاسعار اللي احنا بقينا فيها صعبه، يعني كويسه جدا دلوقتي. صواني وبوكسات 4 سيزون. طبعا الرقم عندهم الموحد 15604 بيوصلوا، وعندهم واتساب 011 4 صفار 24 10. الثلاث فروع بتاعهم شارع 15 مايو الشارع الجديد مستورد، وكوبري عرابي امام بنك مصر، وبرج طيبه الملف بجوار بنزينه موبل، كلهم في شبرا الخيمه. www.ibn-مصر.com، واسمهم ابن مصر على الفيسبوك وعلى الانستجرام. لو حبينا ناخد فكره على المنيو العاديه، اصلا الاسعار فيها برضو كويسه جدا. على العروض اللي موجوده دلوقتي تقدروا تشوفوا المنيو بتاعتهم والاسعار بتاعت كل الاصناف والافيلابيلتي على الصفحات بتاعتهم على الفيسبوك وعلى الانستجرام. طبعا اول حاجه هندوقها في الفور سيزون بوكس ده، تعالوا نشوف الكفته ايه وضعها. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش عارف ظابطها ازاي السعر ده، الكميات دي كلها، وعايز اقول لكم ان هي هتكفي وتبقى كويسه جدا 3 افراد، لان هي مليانه برده رز. واخد عيش التوست المحمص، الرز بتاعهم طعمه حلو جدا. كفته عظمه. تعالوا نشوف السجق. انما الكفته حلوه، السجق حلو. يعني كان الناس دي بتهتم بالمصنعات بتاعتها. اللطيف في الامر وان انا صورت ابن مصر ده من سنتين بتهيألي، والحلو ان الاكل لسه حلو. سجق لطيف جدا. تعالوا بقى نخش بقى ايه، نشوف الشيش تاووك بتاعهم ده بيقول ايه. انا طبعا مش كيف فراخ، بس الشيش تاووك ده وهم حاطين عليه كمان باربيكيو صوص، طعمه حلو قوي. السوا بتاعه حلو، ما فيهوش ما فيهوش زفاره. احنا برضو بنتكلم على حاجه القيمه بتاعتها كويسه جدا. يعني انتوا لو 3 كل واحد فيكم يدفع حوالي 120 جنيه وهتاكلوا اكله كويسه، وهتاكلوا وتشربوا. يعني ايه، تعالوا بقى نشوف النجريسكو دي ولا اللي هم بيقولوا عليها دي ايه وضعها. انا بحب الحاجات دي، بس ايه، بردت سيكا معلش على بقى ما كنا بنصور. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بالنسبه لي هي بيتي جدا، حلوه بس اللي هي بتاعت البيت. الكريمه بتاعتها حلوه والطعم مظبوط، والجبنه فيها كتير، المشروم فيها حلو، والفراخ فيها كويسه، بس اللي هي ايه، عارفين، مش اللي هي بتاعت المطعم، مش اللي بتبقى تقيله دي، هي خفيفه. انا بالنسبه لي دي تعجبني اكتر من الثانيه. تعالوا بقى ايه نشوف بقى ايه موضوع الكريب. انا ماليش في الكريبات انا، بس هم مصممين يدوقوني الكريب. الشيف تحت بصراحه كتر خيره، عمل لنا الكريب عظمه، وقال لي انا هستناك تدوق، انت ما بتدوقش كل حاجه، لو سمحت تدوق الكريب بتاعي. فانا مش هزعلك يا شيف وهدوق الكريب. الكريب ده معمول بالبرجر والشاورما بيتهيألي، صح؟ مش عارف، احنا هندوق نشوف. ما هو ده لوحده يعني ده ما ينفعش تاكل معاه حاجه، عشان هو هيلكمك، بس هو العجينه نفسها لطيفه جدا، طريه ومقرمشه في نفس ذات الوقت. تعالوا بقى نشوف ايه حكايه بوكس السندوتشات. احنا ايه هنمسك كده ونشوف اللي هيطلع معانا ايه. ده سندوتش برجر. احنا بنتكلم ان ال4 سندوتشات، الوجبه دي كلها كده عموما تعتبر بسعر سندوتش واحد في اماكن دلوقتي. طبعا انا هدوق بقى ايه سندوتش الشاورما اللحمه اللي جوه البوكس، لان الشاورما اللحمه صراحه شكلها لوحدها كده يفتح النفس. حلوه، بس العيش ده عيش برجر شويه اكتر من هو يكون عيش شاورما. يعني في ناس اصلا بتحب العيش ده اكتر من العيش ده، بس لو انت جاي ودماغك مودياك انك هتاكل سندوتش مصري بالعيش الكايزر بتاعنا، مش ده العيش، ده العيش الفاخر بتاع البرجر. هو واضح ان هو حاول ان هو يستخدم ماتيريال العيش اعلى شويه، بس هو لو استخدم الماتيريال اقل شويه في الشاورما بالذات هتبقى احلى كتير. عنده الشاورما لوحدها. انا من وانا داخل تحت شايف سيخ الشاورما، قلت الشاورما دي تطلع جامده. يعني مش فاكر قوي لما دوقت الشاورما المره اللي فاتت، بس الشاورما المره دي حلوه قوي. تعالوا بقى ايه ندوق الفطيره. يا اخيرا فطيره رقيقه اخيرا. ده كلام ناس محترمين. فطيره عالميه، عجينه حلوه، الحشو حلو، ورقيقه لطيفه، بس انصحكم ان انتوا تاكلوها سخنه، ما تستنوش لما تبرد شويه. نحبس بقى بالسبيروس باتس ونحلي.
طبعا انا من اوائل الناس اللي بيشرب سباتس في مصر، يعني ايه الموضوع مش جديد، يعني اللي بيتابعني على الاكونتات البرايفت بتاعتي هيشوف بوستات بتاعت سباتس دي من 3 4 سنين. اديني بقى كده. يا خبر ابيض، خدوا بالكم دي مش فطيره، دي بيتزا، بيتزا بس حلوه، بس انا مش عارف اروح منين واجي منين. دي من الواضح طبعا ان هي نوتيلا، دي غالبا وايت شوكليت، غالبا هقول لكم دلوقتي ايه بالظبط. وايت شوكليت فعلا. ده ايه ده بقى؟ دي غالبا اللي هي هو ده بندق على بسكوت، اللي هي الابل باي. ودي طبعا فواكه برضو ابل باي بس بطريقه ثانيه. والله اعلم بقى المسميات اللي قلتها دي صح ولا غلط، مفيش حد واقف جنبينا من المطعم فمش لاقي حد اساله. الله 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 عليك يا سيدي، عظمه. التغيير ما زال مطلوب طبعا، ان احنا ناكل حاجه حلوه بس مش فطيره حلوه، بيتزا بس حلوه. فلا دي حاجه لطيفه، يعني دي عايزه بقى بعد الاكل كده بقى كوبايتين الشاي وتقعد فاهم تدب فيها وانت وهي مع بعضيكم. خلينا نتكلم هنا على ابن مصر، ان هو مديني بقى كام حاله كده لطيفه جدا. اول حاجه طبعا ان هو اسمه ابن مصر، فابنه براند يبقى اسمه ابن مصر، دي حاجه لطيفه جدا، لان كل واحد فينا يحس انه ايه في شويه وطنيه كده شويه، وخصوصا الحمد لله ان احنا الموضوع ده زايد عندنا اليومين دول، ويا رب نفضل كده دايما طبعا. تاني حاجه هو عامل مستوى كويس جدا جوه شبرا الخيمه، ودي حاجه لطيفه جدا، ب3 فروع كبار ما شاء الله موجودين بيغطوا شبرا الخيمه بالكامل بالمناطق اللي حواليها، ودي حاجه كويسه جدا انه احنا بنتكلم على براند محترم موجود في مكان واحد مغطيه، اسمه مرتبط باسم المنطقه. ثالث حاجه احنا بنتكلم على قيمه مقابل سعر. انت لو من بره شبرا الخيمه وجايين عايزين تخرجوا وتغيروا وتاكلوا في مكان فيه فرايتي حلو وفيه اكل كويس وسعر يعتبر معقول بالنسبه للي احنا فيه دلوقتي، ابن مصر هيكون هو الاختيار الكويس. غير بقى ان ابن مصر بيقف مع ابن فلسطين وبيقاطع عقبال الناس كلها ما تعمل كده، وربنا ينصر الجميع يا رب، والغمه تعدي وكل حاجه تبقى زي الفل. تعالوا ابن مصر وانجزوا عشان تلحقوا تستفادوا فعلا بالعروض دي، لان العروض دي فعلا ممتازه. خشوا على الصفحات بتاعتهم او كلموهم على 15 604 وقولوا لهم يبعتوا لكم المنيوهات والحاجات بتاعتهم. اهلا مسا، سلام عليكم.